السلام عليكم يا شيخ. دلوقتي انا مش هقدر اصوم التلات ايام القمرية. تمام، الصراحة بكسل يعني. ايه الحل؟ ايه الحل؟ انت بتهزر؟ والله بتهزر. بص، انا هبدأ لك ببيت شعر بيقول لك ايه: مضى رجب وما احسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الاوقات جهلا بحرمتها افق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قصرا ويفدي الموت كرها منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا، تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. بص، سمع النبي وبالشهادة ده أنا شايفه مناسب، وده إجابة ليكي وإجابة ليك. فبالله عليك، يعني أنت زي ما كانت تصوم الأيام القمرية جمعة وسبت وحد من بكرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان وهو شعبان. فانت كده والعياذ بالله تكون من الغافلين، وانت كذلك لو ما كنتش من الغافلين الا بعذر شديد. لكن شغلك هادي، بتدلع نايمة في البيت او نايم في البيت، لا، صوم. ربنا بيجوي، ربنا بيعين. وفكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي أنا ذكرته لك قبل كده من قبل هذا. قال لك: من صام 3 أيام من كل شهر كان كصيام الدهر كله. ومعنى أي كصيام السنة كلها، صيام السنة كلها اللي أنت يا شيخ مكسل، واللي أنت حضرتك مكسلها. يا جماعة، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وانت بتصومي 3 أيام في الشهر، يبقى اليوم ب10، وكل شهر بنصوم 3، يبقى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص كل يوم ب10، يبقى أنا بصوم كل شهر كام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أبو هريرة بيقول لك: أوصاني خليلي أي النبي بصوم 3 أيام من كل شهر، والنوم على وتر، وصلاة الضحى. بالله عليك، دي وصية النبي، ودي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليك أفق. يا من ضيعت رجب، يا من استهترت واستعبطت واستهبلت في رجب، جات لك فرصة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: الأعمال هترفع إلى الله. يا جماعة، إنما الأعمال بالخواتيم. أقسم بالله بكلمك من قلبي، أنا مش محضر الكلام ده، بكلمكم من قلبي يا جماعة. الأعمال هترفع إلى الله، يعني أنت لو مسيء السنة كلها توب، وأنت لو مسيئة توبي. يا جماعة الأعمال بس الله أعلم، ما فيش يوم معين بترفع فيه إلى الله، فلسه قدامك أمل. إنما الأعمال بالخواتيم. خلي خاتمتك كويسة، وذكركم قول الله عز وجل: فبشر عباد من هم يا رب؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. من هم؟ أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب، أي أصحاب العقول. بالله عليك، دي رسالة من ربنا، وده رسالة من ربنا ليك. فبالله عليكم بلغوا وسارعوا. ما تنسوش النهارده ليلة الجمعة صلوا على النبي، وبكرة أكثر من صلاة على النبي. ما تنسوش الصدقة. وإن شاء الله أتمنى يعني نشر الفيديو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
الدال على الخير كفاعله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.